اهلا بكل حبايبي الموكوسين اللي عايشين في المنطقه المنكوبه دي من الكوكب. بصراحه وعلى بلاطه انا مش قادر اتعاطف معاكم. ليه بقى؟ حاسس انك تستاهل انت وهي مطنسين كده، لا لايك لا سير لا دعم، عاملين فيها من بنها، ومع ذلك بحبكم وجايب لكم اخبار ساره. لا مش اخبار حلوه، اخبار ساره، اخبار جايبها من واحده اسمها ساره. هتيجي منين الاخبار الحلوه؟ مالك ابتسمت وجالك تفاؤل كده، هتيجي منين؟ اخبار جايبها من واحده اسمها ساره. نبدا كلامنا ونقول لكم كل سنه وانتم طيبين. هابي فالنتاين، هابي فالنتاين. ذكرى الهجره النبويه، طبعا كلكم ناسيين ذكرى الهجره النبويه. هابي فالنتاين. ليه ناسيين؟ محدش بيجيب سيره المناسبات الاسلاميه. دلوقتي دي بقت امن دوله، يعني كانك تقول لواحد كل سنه وانت طيب بمناسبه هجره الرسول، انت كده اتقريت فتحتك. عايز تقولها له يبقى في السر وبصوت واطي، او ابعت له رساله وامسحها على طول عشان لو اتقبض عليك ما يبقاش ضدك دليل. انا بقولها لك اهو. انا بقى عرفت منين؟ انتوا عارفين ان انا اتعينت امام للمسجد اللي جنب البيت. جات لي رساله قالوا ان في ندوه ثقافيه هيدربونا نقول ايه في صلاه الجمعه اللي جايه. عشان كده لبست على حبل واتسيكت وقمت رايح. سلمونا ورق وقعدوا يدربونا هنقول ايه الجمعه الجايه في ذكرى الهجره النبويه. اهم شيء لازم نقول لك عليه، في حاجات اتغيرت خصوصا للمصريين. في حاجات كتير اتغيرت. بداية السلام، كنا بنسلم على بعض والسلام عليكم والكلام ده، ما بقاش فيه الكلام ده خالص. اتغير عشان بس ايه ما تقعش تحت طائلة القانون. دلوقتي التحية الرسمية السلام عليكم. ايوه خليك واقعي، احنا دلوقتي بنتكلم بلغه العصر. السلام عليكم. اول ما تسمع كده تتاهل نفسيا ان الكهرباء مش هتقطع 4 ساعات ولا 5 ساعات. لا 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 28 ساعة في اليوم، 13 شهر في السنة. مش قلت لكم أخبار سارة؟ وده تسريب للخطبة اللي هتتقال الجمعة الجاية، أنا هسربها لك. بص يا سيدي، نتعلم إيه في ذكرى الهجرة النبوية؟ إن إحنا بقينا أحسن. واحد، هو أبو جهل ورجالته كانوا رايحين يعملوا إيه؟ ولهم مهمة، يقبضوا على رسول الله. حصل إيه؟ حصل تقاعس واستنوه قدام البيت. يحصل ده دلوقتي؟ فين الصواعق الكهرباء؟ فين كسر الابواب؟ ما يحصلش. فلك ان تفتخر انك دلوقتي عندك جهاز امني كده مش زي المواكيس بتوع زمان. ده النقطه الاولى. النقطه الثانيه، تتعلم ان الهجره النبويه ان في احداث بتحصل تؤدي الى الهجره. زي ايه؟ المسلمين اتحاصروا ولا ما اتحاصروش؟ اتحاصروا، جاعوا وعطسوا، ابتدوا ياكلوا ورق شجر. انت حصل لك ايه دلوقتي؟ اتحاصرت، جعت، النيل راح. عايز تاكل ورق شجر؟ قطعوا لك ورق الشجر. ايه حجتك بقى؟ ايه حجتك؟ نفس الظروف ولا مش نفس الظروف؟ يبقى ناقص لك ايه؟ مع السلامه بقى. اهو حصلت الهجره ليه؟ المسلمين اتحاصروا، جوع وعطس، كلوا ورق شجر، وبعدين انت جوع وعطس ومفيش حتى شجر، يبقى ناقص ايه بقى؟ ايه؟ قاعد فيها غلاسه؟ قاعد فيها غلاسه؟ خليك خفيف كده اهوت. بنقول لك لازم نتعلم من الهجره النبويه. ده الدرس الاولاني. الدرس الثاني، حصل ايه المهاجرين لما نزلوا المدينه؟ اتقسموا مع اهل المدينه اللقمه، شربة الميه، المنزل. نتعلم من كده ايه؟ ان اخواتك اللي جايين 20 مليون 30 مليون بقى 40 مليون سوريين، واخواتك السودانيين، واخواتك اليمنيين، واخواتك الليبيين، وامة لا اله الا الله، وامة الملحدين، حتى بقايا كفار قريش لما يجي يخص عندك يبقى ما فيهاش مشكله تتقاسم معاهم اللقمه او ياخدوها كلها، تتقاسم معاهم شربة الميه ده لو فضل النيل، او ياخدوا الميه كلها، تتقاسم معاهم الكهرباء اللي بتقطع او ياخدوها كلها، تتقاسم معاهم البيت او يطردوك منه بجروسهم. تتعلم كده ولا ما تتعلمش؟ ولا ايه؟ ما بنتعلمش احنا من الدروس ديت؟ ما بنتعلم؟ مسلمين بالاسم بقى، احنا كده مسلمين بالاسم. افهمها بقى. الدرس الثالث، لا مؤاخذه، كل ده هتسمعه في الخطبه الجايه الجمعه الجايه ان شاء الله. الدرس الثالث، المسلمين لما راحوا المدينه لقوا ايه؟ ده اخواتهم اليهود موجودين هناك. نتعلم من كده ايه؟ ان طبيعي ان احنا نبني معبد يهودي بكم مليار وكم مش عارف ايه. طبيعي ولا مش طبيعي؟ واحد بقى يطلع صلوطه كده ويقول لي بس مصر ما فيهاش يهود. اخرس.
اخلص، انت هتكفر؟ انت علمت الغيب. النهارده مصر ما فيهاش يهود، ان شاء الله داخلين بكره، ان شاء الله داخلين بكره. تعمل ايه بقى لما يخصوا عليك اليهود؟ ها، تقول لهم ما عنديش معبد؟ حلت صلاه العصر وابتدى يقولوا لك ايه، احنا عايزين نصلي العصر، فين المعبد اللي هنا؟ تقول لهم ايه؟ ما عندناش معبد؟ تودي وشك فين؟ ما تصغروناش قدام العالم بقى يا ناس، ما تصغروناش قدام العالم بقى، ما يصحش كده، ما يصحش كده. احنا بنبص نظره مستقبليه. النهارده بتسال ليه بيبنوا معبد يهودي ومصر ما فيهاش يهود؟ احب اقول لك بكره هيبقى فيها يهود وكتير، وهيسالوا برضو ليه سايبين في مصر مساجد ومصر ما فيهاش مسلمين. ايه قولك بقى؟ ايه قولك بقى؟ انت بتسال النهارده ليه بيبنوا معبد يهودي ومصر ما فيهاش يهود، بكره هيسالوا ليه سايبين مساجد ومصر ما فيهاش مسلمين. هتقول ترد تقول ايه؟ نرجع تاني للنقطة المهمة جدا، النقطة المهمة جدا. انت لما يستد لا مؤاخذة بيك الحال، جوع وعطس، حصار، مفيش نور، مفيش علاج، مفيش تعليم، ما زي ما قالوا لك، مش قادر اكل، مش قادر اعلم، مش قادر اسرب ولا احضن ولا ابوس ولا اعمل اي حاجة، مش قادر يديك اي حاجة من حقوقك الشرعية، تعمل ايه؟ كفايه كده، كفايه كده. يعني الواحد والله مكسوف يتكلم، والله العظيم مش قادر اقول بقى، بس الواحد فاضي بصراحه. المصريين مالوا البلد يا ناس، والله المصريين كده مالوا البلد وزحموا الدنيا، ما يصحش كده بقى. يا بختي منظر وخفف المصريين. مش معقوله انا كل ما امشي في حته في مصر الاقي واحد مصري، ده كتير قوي يعني. وخلاص هتبقى اخر كل خطبه جمعه، ربي لا تذر على الارض من المصريين احدا. خلاص ده رسمي، لازم نختم الخطبة كده، جاي لنا أمر لازم نختم الخطبة، ربي لا تذر على الأرض من المصريين أحدا. إيه يقولك بقى؟ طيب حد يقول لي بقى، يعني هو ما حدش هيحتفل بالهجرة دي غير مصر؟ مين قال لك كده؟ مين قال لك كده؟ كل الدول هتحتفل. طب أنا أقول لك على حاجة، في المهد نفسه كده في ناس إن شاء الله فرقعت أزايز صنبانيا. ايوه، عشان تنسى اللي حصل والفشل اللي فشله ابو جهل ورجالته. ايه رايك بقى؟ احتفلوا ولا ما احتفلوش يا ابو لسان طويل؟ احتفلوا ولا ما احتفلوش؟ بنقول لك احتفلوا. انا معايا اهو النص اللي نصروه في ذكرى الاحتفال. في مثل هذا اليوم نجح رسول الله وبعض من تبعه في الهروب من قواتنا الامنيه والالتجاء الى بلد معروفه بانها تأوي المؤمنين. اهو منزلين تريتا سودا، تفهم ازاي؟ فرقعوا ازازتين صنبانيا في موسم ترفيهي. يعني عايز ايه تاني؟ الناس عايزه تنسى. معلش، ما حدش بيحب الفشل، ما حدش بيحب الفشل. زعلت اول ما قلت لك ان ما حدش بيحب الفشل، زعلت. لا، مصر تختلف، ما حدش بيحب الفشل، احنا بنعشقه. معلش، ما حدش بيحب الفشل، احنا بنعشقه. فاشل، تعالى عندنا، فرصتك عندنا. يا كل فاشل ومنحرف وماشي شمال، خلاص تعالى مصر، الدنيا هتضحك لك. مصر العظيمة الفاشلة عينت وزير تعليم مزور الشهادة بتاعته، تفهم من كده ايه؟ رسالة. يا كل فاشل، يا كل مزور، يا كل مرتشي، يا كل منحرف، يا كل واحد ماشي شمال، فرصتك يا ابني في مصر. اشتغل على نفسك شويه. الدنيا بتكره الفشل، خلاص هيطردوا الفشل، ناخده عندنا. الكتف ده زاد والكتف ده ميه، نعمل ايه يعني؟ الفشل يعني ايه؟ ده روح يا ناس، الفشل ده روح. يعني ايه لما البلد دي ما تحبش الفشل، والبلد دي ما تحبش الفشل، والبلد دي ما تحبش الفشل، والفشل ده ملهوش اهل؟ تعالى هنا، صدر حنين، مصر بتقول لك تعالى هتعين وزير رياض. لازم تفهم ان مصر ام الدنيا، زي اي ام عندها الفاشل والمنحرف وعندها اللي ماشي دغري. الام تفرق؟ ما تفرقش. ياما عيننا وزراء ماشيين عدل ومحترمين. جه الدور زي اي ام ما بتفرقش ما بين ولادها، جه الدور تدي الفرصه لكل منحرف. ام يا ناس، قلب الام، عارفين يعني ايه قلب الام؟ ابنها طلع منحرف ومزور شهاده ولا بيسيل قبح ولا ماشي شمال، تقول خلاص ما ادوش فرصه، ما عينوش وزير يا ناس. دي ام الدنيا، ام يا ناس، يعني حنان. وعلى راي اللي قال وطن يعني حن. في التغيير الوزاري اللي جاي، الاخت عدالات قبح هتبقى وزيره الاوقاف والدعوه الاسلاميه.
السيد عبده المرتشي هيمسك الرقابة الإدارية. ابتدينا تجربة صغيرة نجيب الوزير مزور الشهادة. ان شاء الله في التغيير الوزاري الجاي هنجيب وزير التعليم ما بيعرفش يكتب اسمه. ازاي تبقى وزير صحة؟ في شروط لازم تتوفر فيك، يكون عندك 3 امراض مزمنة وفشلت في علاجهم. الاخبار السارة اللي احنا وعدتكم بيها ان شاء الله ان شاء الله بدءا من العام القادم لن يوجد فقير في مصر. هيولعوا فيهم، مش هيسيبوا فقير واحد. لن يوجد فقير في مصر. ما هي حاجة معلش، هي حاجة بالعقل. حضرتك مش لاقي تاكل، مش لاقي تشرب، مش لاقي تتعلم، مش لاقي تتعالج، انت عايز ليه؟ هي غلاسه؟ يعني انتوا بتعاندوا مع الدوله؟ هي غلاسه؟ مصر مش هيبقى فيها فقراء خلاص. مصر مش بس مش هيبقى فيها فقراء، مصر مش هيبقى فيها حد محترم. حاسس انك شريف عايز تاخد شهاده بمجهودك وعرق جبينك، خلاص معلش. ما تقعدلناش بقى وتبوظ لنا الجيل. ما تقعدلناش وتبوظ. بقول لك الوزير مزور الشهاده، يعني انت خلاص انت ما عندكش امل ولا فرصه. تعمل ايه؟ ما احنا قلنا بقى، قلنا خطبة الجمعة، تتحاصر، تجوع وتعطس، ما تلاقيش حتى ورق الشجر انك تاكله عشان احنا قطعناه. تعمل ايه؟ الهجرة. وليك علينا قرار جمهوري لكل المصريين اللي هيغوروا بره مصر. هنوقف لكم الفرقة العسكرية تقول لكم طالع البدر علينا من ثنيات الوداع. غطيني وصوتي يا ما يا اختي.